المجموعات المتآلفة. وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في 5 6 من الناس يعرفهم، يشرح لهم، يفهمهم باللي هاو كيفاش انا حابين نديروا الثورة، نديروا التغيير، هاو علاش حابين نديروا التغيير. ونحاولوا نقنعوهم بالفكرة، خلاص مقتنعين. مثلا خلاص دار مجموعة نتاعو راهم مقتنعين بالثورة. كل واحد منا اللي يعرف مجموعة اللي يثق فيهم لازم يكون يثق فيهم ثقة كبيرة، مش أي مجموعة يتفق معاهم يقول باللي احنا نديروا مجموعة تساهم في الثورة، وتتفقوا الخطوات. مثلا هذه الأسئلة اللي نقول لكم أنا، أنتم تفورموا واحد آخرين، ماذا بينا مثلا أنتم راكم تفورموا معايا أنايا في النقاش، ومن بعد أنتم تبداو تفورموا ناس واحد آخرين. منارة تسمعي فينا؟ طيب، فالمجموعات المتآلفة كما قلت. أنا نسمع فيكم. نعم. طيب، المجموعات المتآلفة هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضها من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طاليان الآن بصح يعرفوا بعضهم مليح. هادو يديروا مجموعة ويبداو هما يريكريتوا مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها 5، وبعد هذوك ال5 ماذا بينا كل واحد يجيب 5 ولا 6 نتاعو هو، يولي هو مسؤول عليهم. بصح صالح ما يعرفش هاد ال5 اللي راهم معاه، نقولوا مع كريم، ما يعرفهمش. يعني كريم فقط. ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها، ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن، ولا بالأغلبية. أنا عندي علاقات في القنوات الحمد لله، الآن 16 سنة تاع نظام في هذا المجال، بنيت شبكة واسعة من العلاقات مع الصحفيين، سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية يعني، أو حتى المسموعة. وكما قلنا في الشغل الميداني كان مجموعة شروط ومجموعة أشياء لازم تترتب. خذوا راحتكم، كلمة 8 ماي جيدة، معناها فيه وقت، مازال أكثر من شهر. في هذا فيه أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم. لو كان تقدروا توصلوا أن تكون عندكم 3 4 مجموعات في حوالي 20 ولاية، 20 ولاية، 3 4 مجموعات صحيحة حقيقية، ماشي تاع حفظ ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لأن لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافة الولايات أو في أغلبية الولايات في نفس الوقت. وخويا العربي كما قلت منار، اسمح لي. بالنسبة للإنترنت. نعم. الإنترنت تسمى قادرين كما نقولوا كي نبداو المظاهرات. بالنسبة للإنترنت. نعم. بالنسبة للإنترنت كاين أولا لازم يجي عندنا ناس في الحدود من جهة المغرب ومن جهة تونس، لازم يشكلوا مجموعات. مثلا انتم خونا صالح أو في عناب، هذه عليا بالحدود تاع تلمسان، الحدود تاع بساء عليا. الله يبارك. هذه عندي ناس ان شاء الله. عندي ناس تاع ثقة نتعامل معهم ونعرفهم ناس لاباس. هذه ممتازة. لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الأشياء. زائد نحاولوا قدر الإمكان من جهتكم ومن جهتنا إذا نوفروا بعض التليفونات ساتيليت اللي هما اللي يسموهم ثورية، باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على الريزو الجيريا، لأن الريزو الجيريا راح يكون طبعا تحت الحراسة، هو دائما تحت الحراسة. ولذلك انتم حاولوا دائما تكلموا بالسكايب، لأن السكايب ما يقدرش يسمعوه.